يلا نحضر كيكة الدرائن الشهية بخطوات كتير سهلة وبسيطة والطعم ولا أطيب. بالبداية رح نضيف كوب سكر بطنجرة صغيرة على نار هادي كتير ونتركها لتدوب. ببايركس صغير بضيف ملعقة زيت نباتي وبدهنه منيح. بعدها بفرد بأرضيته ورقة زبدة بهالشكل وبجهز الدرائن بقطعه لشرائح رفيعة بهالشكل. وهلأ بعد ما داب السكر بسكبه بأرضية البايركس وبصف الدرائن اللي قطعته فوقه. لخليط الكيك بحتاج 3 حبات بيض، كوب سكر، ملعقة فانيليا، وبخفقن على أعلى سرعة لأحصل على قوام كريمي وفاتح. بعدها بضيف ربع كوب زيت نباتي، نص كوب حليب دافئ، وبخفقن شوي على أقل سرعة. عندي هون كوبين طحين منخولين بضيف عليهم ملعقة بيكنج باودر ونص ملعقة صغيرة ملح وبخلطهم مع بعض منيح، وبعدها بنزلهم على المواد السائلة وبقلب بهدوء. بسكب خليط الكيك فوق الدرائن والكراميل وبدخله الفرن على حرارة 180 من تحت بس، وهيك بعد ما استوى الكيك بقلبه وهو سخن. شوفوا الشكل قديه بشهي، بقطعه وبقدمه مع البوظة كتير طيبين مع بعض. إذا عجبتكن الوصفة جربوها وخبرونا رأيكن، وصحتين وهنا.